عم صبحي الفوال بيشخر، والست ام تغريد اللي ساكنه في الثالث اللي جارتها اللي في الرابع نقطت على غسيلها برضه بتشخر، والاسطى بيلا الميكانيكي وحمو اللي بيتعارك على الامه، والترس الثالثه شمال اللي موجودين في المدرجات بعد ما حسين الشحات اتكعبل في الكوره برضه بيشخروا، حتى مستر سيف السي او اللي موجود في القريه الذكيه بعد ما عرفش يحقق التارجت بيشخر. جرايه مصريين، هو ايه هو الشخر على الفاضي والمليان ليه كده؟ احنا لازم نجيب القصه من الاول ونتتبع اول شخره رقعها الانسان المصري ونشوف ليه الشعب المصري متمسك بالموضوع ده. من عشرات الاف السنين ايام الانسان الاول الهونجا بونجا ظهرت عليه بعض التطورات بالاخص في منطقه المناخير والزور. الخلق بدا يضيق وظهرت الدهون تحت اللسان والفك، واللحميه اللي موجوده في المناخير بدات تزيد عن حجمها الطبيعي. فالانسان البدائي عشان يعرف يخوف الكائنات المفترسه اللي بتيجي تهجم عليه لازم يبين لهم ان هو اكبر في الحجم منهم، وان هو بيقدر يعمل اصوات اعلى منهم ومخيفه زي اصوات الكائنات المفترسه. وكل ده ليه؟ علشان يوهمهم ان هو مش فريسه سهله، لا ده انا مفترس زيكم ومحدش يقدر يصطادني. وفي مره كان بيواجه كائن مفترس قام راقع له الشخره زي الاسد بالظبط، زئير بحقه حقيقي. فالكائنات المفترسه رجعت ورا كده وقالت ايه ده هي الغابه بعتلنا فاندام ولا ايه؟